النبي يصلي عليه. تعالوا اتفرجوا بقى على البرجر اللي الخالة ام ابراهيم عاملاه بايديها، صناعة ايدي وحياة عيني. خد يا مسلم وسمي الله وقول لي ايه رايك. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا نجمة اتفضلوا معانا يا اولاد، والله العظيم نشيلكم على راسي. انا عامله برجر ياما اهو، يعني مش بخيل، الله عايز يجي ياكل يجي يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس هي مسلم وثلاثة وثلاثة ولا ايوه، ولو عايزين تاني خدوا. انا عامله خير ياما يا اولاد. الحاجه لما بتتعمل في الدار غير ما تشتريها من بره. والله جبت الفلفل وجبت البصل وجبت الطماطم وجبت خرطه اللحمه اللي هي الهمبرجيه ديت وقليتها وعملته في الدار، ما خدش مني ثواني. تاخد يا براولي سموا الله يا اولاد عشان الشيطان ما ياكلش معاك. وخد قرن فلفل حار اهو تحرشوا به يفتح نفسكم، وحته الكرنب اللي تخليكم تظبطوا. ايه يا حبيبي حته الكرنبايه هيكلوا مني افتحوا نفسكم. بتاعك يابا بتاعك يابا. اهم حاجه الكرنب ده. الكرنب يخليك تفصل وتعمل بومب. ذرة كرنب وذرة كرنب مفيش احلى من ذرة الكرنب. هي بطاطس محروقه كده. البطاطس نوع مش بتاع جالي يا اولاد. بصوا لونها اتحرجت مني مع اني حاطه لها ست ياما والله. ها؟ ايوه اكتم على طول. يا لهوي والمصحف جميل وحياة ربنا اصح. يا صلاة النبي عايز تخلص انت بذمتك ايه رايك؟ جميل. نشوفوا مين انتوا هتعملوا تحدي؟ ده مش تقولوا يا جدعان. والفلوس اهي تحت المخده. مش عايزين فلوس ببلاش المره دي. اهي الفلوس اهي، الفلوس اهي في ايدي بلاش اهي. فلوس اصلا. اهي والله والله يا جدعان وحياة ربنا اهو 5 اهو 10 جنيه اهي. عطينا فلوس قليله اهي اللي يخلص يمد ايده وياخدها اهي على الصينيه اهي. طب وال 200 جنيه التانيين مين اللي خدهم؟ محدش خاطر، ما انت خدتيهم من هنا بعد التصوير. والله خدتهم تاني. ايوه ما بس والله انا عارفين وحياة ربنا هنديهم لكم. اللي يخلص ياخدها. خف شويه كده. الله يا جدعان قولوا حاجه، قولوا الطعم حلو. حكايه بذمتك بذمتك. ها؟ والله حكايه زي كده. طب ايه رايك لو ابوك يجيب لك الحاجه؟ ابوك عمره جاب لك حاجه من دي؟ لا والله يعرف ياكل ولا يعرفه اصلا. زمان وانا حامل في الواد مسلم فضي عصير. لقيته دخل عليا يقول لي انا نفسي اكل همبرجر. قلت له ايه الهمبرجر ده؟ قال لي همبرجر يا وليدي زي اللي النسوان بتعمله. قلت له ماشي. رحت داخله الزريبه جايبه جالوس جله وعجناه بحبه ميه، ورحت جايبه فشله حصان ورحت حشرها له في النص وحاطه حته حبه عودين برسيم في قلب الرغيف وعطيتها له. بقى ينعر زي الحمار. واش عرفه بالهمبرجر؟ وفكرني ان انا عملته له وكان وخلاص. هنعمل ايه طيب؟ الرجاله غلابه والله، لما يطلب منك حاجه مشي امورك وخلاص. واش عرفوا بالهمبرجر ولا بالحاجات دي؟ ده شغل اجانب دي. خد يا مسلم الف هنا على قلبك يا حبيبي. والشفيطه اهي عشان ما تقولوش امنا مقصره معاكم. خدوا يا ولاد. ايه رايك في الشفاطه؟ بص الحركه دي، بص الشفاطه دي عشان هنزل لك بيها هنفضل مدى الحياه نقول لك كنت اعطيك عصير وفي شفاطه. مش هتخلصي مني انت خالص. بص يا ولاد العصير ده عصير فراوله باللبن. بيروي صلاة النبي احسن. برهول لي البطاطس اهي. كل بطاطسك يلا. لا انت لازم يذبحوني. المايونيز اهو يا نجمي. المايونيز بصوا جايبه لهم اكياس تسكر مايونيز. والله ما خليت والله ما خليت. لو طلبوا لبن العصفور هنروح نجيبه لهم. نفتحهم لك اهو. ما بتاكلوش ليه؟ هناكل اهو يا حبيبي. ونخدمكم الاول يا اخي، نخدمكم برموش عيني. يا صلاة النبي. والرغيف كبير يا اولاد. يعني انا كنت فاكره والله العظيم ان الرغيف هيدوب في البوج. لا الرغيف حلو وقطعه اللحمه اللي جواه حلوه وشغل عالي يعني. مرات ابوك تعرف تعمل زي ده؟ واحلى من ده 3 خلي يلا. واحلى من ده 3 مرات كمان. ايوه لا انت كذاب كده. انت ابوك جربوع. مال ابويا يا ولية؟ ابويا وليه جربوع؟ منك لله. طلعت قطع ودي. قطع ودني بموتوسيكل كهرباء كمان. بص بقى انا مهنياك وجايبه لك العاب وجايبه لك كل بص اللي نفسك فيه. تقول لي كده انا زعلانه منك.
لأنه أنت مش أمي أصلا. إحنا كنا لاقيينك عند باب الجامع، إحنا جايبينك. احنا اللي لاقيينك، انت اللي لاقيني عند باب الجامعه ولا انا اللي لاقياك؟ مين اللي لقى مين؟ أنا اللي لقيتك. ايوه انت هبيت هبد. يبقى مزاجي قوي وأنت بتشربي زي البهيمة. يا لهوي. أيوة الجراعي يا تتك الجرس. مره انا والعيال قسما بالله كنا بره ووقفوني قالوا لي عايزين ناكل سندوتشات من دي، وقفوني قدام محل ودخلناه بالفعل. لقيت لك الناس ريحه البضاعه زفره، مبلول، الترابيزات مبلوله والخيشه. شفت الواد اللي كان بيصيج وحياه ربنا زي ما بنقول لكم كده، بيصيج الارض بالبتاعه بالحمام اللي هم الناس بتقوم تغسل ايديه فيهم، وبيمسح بنفس الخيشه اللي هي محطوطه على المساحه تحت الارض، بيمسح بيها الترابيزات. اصل احنا كنا رايحين بدري، فهو ما كانش واخد باله ان انا شايفاه من الجزات من بره. لما دخلنا جوه اتغاضيت عن الحاجات دي، قلت زي بعض، ودخلت لقيت ريحه زفره زي ريحه زفره السمك كده، نفسني جبت عليا. كلنا عاوزنا نمشي ودي اللي عايزه تقعد، اللي عامله نفسها نظيفه وحلوه دي. ايوه فاكره اليوم ده. بأمانة الله أنا بنقول الصح والله يا مسلم، بأمانة الله يا مين يحاسبك على ربنا. ده يا مين والله حاسبنا على ربنا صح والله. المفروض كنا نمشي. ما كنتش عايزة نقعد والله، كانت عايزه تقعد. والله يا عظيم، كنت عايزه تقعدي بطلي بقى يا هبد. والله ما كانت عايزة تمشي. قلت لها قوم، قسما بالله ما أنا أكلها. وقوم. كنا خرجنا من أكل، قلت له خلاص سك عن أكل خلاص. وما رضيش ناكل، رافع يا رايح الزفرة، أنا رايحة ناكل همبوجة، ناكل زفرة سمك. وبعدين لو ما خفتش على نفسي انا ممكن ناكل اي حاجه، نخاف على الصغير ده. ولا ربنا يحفظه يا رب ويحفظ ولادكم جميعا، ويحرق قلبي على اولادي ولا يحرق قلبكم على عيالكم ابدا. عايز تقول ايه؟ ايوه اعملي نفسك طيبه اصلا، وانت جاموسه. يلا يا عم، هنروح فين ونيجي منين؟ نقول الكلمه الحلوه تترد لي وحشه، ما نعرفش ليه يا براهول لك كده، يا براهول لي اعمل خيرا شرا لا. ده انا عايشه قسما بالله عشان براهول لي صراحه ربنا من عشان رغم لسانه الزفر كده. ما شاء الله ما شاء الله. خدي ياما، خدي يا بطيط الحلوه، خدي. لا خدي ياما، لا كل يا حبيبي، جبعان ده. قول يا حبيبي. ثلاث رغيف. قول يا حبيبي. مش عارفه اقول، شايفين الجرعه بتاعته؟ حلقوله يا عيني، ربنا يا رب ما نشوفك حلقوله زيرو. الطاجية شكلها باص صح؟ باص يا حبيبي. حلقوله في المدرسه يا اولاد، المدرس ضربه وطفشه وقال له روح احكي. ستي بطلي يا ابني، انا رايح حلق عند الحلاق. على كل في المدرسه وانا معزه. لا مش قصدي يعني، قصدي يعني ان هم اللي امروا ان هم اللي امروا بتوع المدرسه امروا. لكن حلقوا ليش؟ حبيبي يا مسلم حبيبي. اوسخ عيل في عيالي والله اوسخ عيل بياخد ضاعه مني. ما بص قد كده، ده هو اللي عامل نفسه طيب. والله ما هنعمل بعمل ايه؟ حاجه يا جدعان. انا دلوقتي قاعد زي الفرخه الراكده. ما بنقومش خالص. ده انت اصلا جاي الفرخه الراكده جاي، ده انت اصلا في الارض. المشكله اللي بتضايقني من مسلم يا اولاد ان واقفين لبعض زي ما يكونوا مولودين في رجل بعض، انت صعبانه عليا ما والله. يحبوش بعض ابدا. اقول لك ليه؟ بقالها ساعه بسم الله يا بتاكل. حبيبي، صلي على النبي، قول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد، صل على النبي. استنى يا ربنا ماما. يحفظك يا ابني. فين الفلوس بقى؟ يعني خدت جايزة نوبل انت مش فاهمه. اهو يا انا ايه مسامحه حلو والله. كده يا 10 جنيه بس. ده نروح نحلة كبيرة. شيلهم معاك عشان خاطر شيلهم معاك لما تعوز حاجه تجيب منه. تمام. مصروفك ده يا يكفيك شهر، خلي بالك. انا ابويا كان بيديني جلوطه نشيله معايا في جيبي، ما كانش بيديني جيني والله وانا صغير. احمدوا ربنا على اللوطه بتاعته. تقول له يابا عايزه مصروفي، يقول لي مصروفك ايه يا بيتو؟ يمسك الجزمه يفضل يقطع في وشي بفرده البلغه. انا مظبطاك اهو. ابوك كان راجل جاسم. جاش يلا ليه بقى؟ ما نعرفش، هم سلبوهم كده. يقول لك لو ما قسيناش العيال تطلع ما فالحه والله. يعني كان لازم يكس عشان يطلعوا فالحين. قلبه وهو طلعت انا اكتر واحده فاشله في العالم. طلعت دكتوره يعني.
كانوا قاتليني من الدار. يقولوا لي انت املنا اتعلمي والطرق ده وادرسي. عامل كده ليه؟ خربت الدنيا عليهم خالص. العلام اللي زي البتاع. حط في السندوتش كده حته بطاطس ودوجي، تاخد يا مسلم تاني؟ هو في بطاطس اصلا في تاني؟ عايز تاني خد ولا خلي لك في المدرسه؟ ماشي يا مسلم يقول له ربنا ينجحك يا مسلم وينجح ولادكم يا رب العالمين وينجحك يا براهول، ينجحنا جميعا يا رب في المدارس وفي حياتنا. عنده امتحان بقاله امبارح راح واول امبارح واول ولسه له 3 ايام مش 3 برضه من لسه يوم السبت من يوم السبت. ربنا ينجحه يا رب وينجحكم. هيطلع برضه يتعلم. انا قلت برضه ما نقصرش معاه يطلع سباك ولا حاجه. ينفع الناس يسلك مواسير الخاره اللي مسدوده. سباك. ايه والله برضه كل طبعاً واحد ليه نطلع على مزاجي، مش وظيفته. كل هنروح واحد ليه سباك. وظيفته في الدنيا بتبقى زي الدكتور بالظبط. لا حد يقدر يستغنى عن السباك ولا عن الدكتور. يعني انت افرح انت كده دكتور، خلي بالك بس دكتور في السباكه. لازم البيوت تبقى فيها خير يا ولاد. الواحد لما في الشتاء بيجوع يقوم ياكل يلاقي الثلاجه فاضيه، يبقى عندك لقمه من دي لقمه من دي هتاكل. ربنا يا رب يجعل بيتي كده مليان بالخير وبيتكم، يجعلكم اغنى اغنياء العالم. قادر يا كريم يرزقكم ويديكم ما تتمنوا يا رب. ولو جيتوا لحد هنا اوعوا تنسوا تحطوا اللايك، حطوا لخالدكم ام ابراهيم اللايك. بصوا الخاص الكباشته اليومين دول شارب ميه الشتاء، بنقول لكم زبده خالص، مش عايزه نقول لكم عامله ازاي. الخضار عامه، الخاص، الكرنب في الحشو زبده يا لهوي، ولا لما تجيبيه تملحيه بصوا عامل ازاي. انا بنملح الكرنب النهارده نصحى الصبح على طول ناكل منه نفطر منه. المر اللي هنا ده فين يا حبيبي؟ عارف مرة كده. اوعى يتقلب اوعى يتقلب على السرير. الدنيا سجعه ما توسخناش السراير يا والله العظيم. انا قلت للعيال تعالى ناكلوا في اوضه النوم على السرير من كتر الدنيا ما هي تلج بره. طلع تلج. الدنيا ساقعه بس ما فيش شتاء ايوه بس الدنيا كهرباء خالص سجع. خصوصا بالليل. عظم الواحد بيعمل كده والله العظيم. لما ناخد العيال تحت الغطا ونفضل نفسي عليهم طول الليل ما كناش نتدفى. انا في الفيسه بتاعي يا حبيبي حلو بس ريحته وحشه. مش مشكله الريحه، انجز كمامه وانت نايم. اهم حاجه الدفء. ايه رايك؟ اخر مره السرير فصلت ده يا عليها كنت جدعان، هنموت. السرير ده انا بننام هنا على الحرف، هي ومسلم على السرير التاني الجنب ده مع بعضهم بقى. نفس النومه دي بنفس الطريقه. براهولة جنب نجمه هنا كده وانا زي ما انا كده ومسلم جنبي. ايوه بس بنبقوا نايمين بقى. ايوه وهم ببطانيه وانا ببطانيه. هي ومسلم ببطانيه واحده. ما بترضاش تخش ببطانيتنا. لا وبننام ونصبها على الله. الشتاء يحب الدفا ويحب الواحد يبقى قاعد في مكان واحد عشان لو الواحد فسه ولا كده الفسه بتاعته تدفي زميله وزميله يدفي وهكذا. نقعد نتبادلوا الفسه. ويلا بقى نسيبكم على خير ماشي واستنوا الفيديو الجاي وربنا يا رب يصلح حالكم وفي رعاية الله. يلا مع السلامة. باي باي يا حبايبي باي باي مع السلامة.